عصعص. ايه يا معلم؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش، بطمن عليك بس. هو انت بتعمل ايه؟ بشتغل. بتشتغل؟ في رمضان؟ عيب ولا ايه يا عم؟ لا مش عيب يعني ولا حاجه، بس الشغل في رمضان ده فاكس يعني. فاكس؟ بص يا اكسلانس، اوعى تبقى فاكر ان انا موقف شغل في رمضان كسل ولا حاجه. كل الموضوع ان انا بس مهدي الدنيا حبتين، والتاجيل ده مش عشاني، التاجيل ده عشان خاطر الشغل. زي ما انت عارف احنا شعب كده بيحب المزاج، ما نعرفش نعمل اي حاجه من غير ما يبقى معاها كده كوبايه شاي بروقان. الموضوع في رمضان بيبقى صعب، واحد بيبقى هبطان وصايم ومش مركز. انا مستني عشان اعمل لك الشغل بمزاج. ابقى انا كده غلطان يا عم؟ انا مش عايز اكروت. هو انا قلت لك هستقيل؟ هو الموضوع كله على بعضه يومين ثلاثه، وناخد اجازه العيد وارجع لك بعد اسبوع واعمل لك الشغل صح. هو مش المثل بيقول لك اتقل على الرز؟ اتقل بقى. ولعلمك مش انا لوحدي اللي كده، ده كل الفنانين والادباء والعظماء بيحتاجوا وقت عشان يطلعوا الشغل كويس، وانا بقى فنان في حتتي. عارف المثل بتاع لا تؤجل عمل اليوم الى الغد؟ انا بقى شايف ان المثل ده غلط خالص. ليه بقى؟ انت كل ما هتديني وقت اكتر كل ما هدي لك حاجه احسن، مش كده ولا ايه؟ صح. بس يا سيدي، عملت ايه بقى في الرخصه بتاعتك؟ يا عم ده ناس ما عندهاش ضمير. انا رحت للراجل قال لي تعالى لي بعد اسبوع، ده كده واحنا في رمضان. امال لو مش في رمضان كانوا عملوا ايه؟